الأمر الذي يجعل ضرورة حتمية إلى تنسيق وتضامن أكثر من أي وقت مضى، وذلك لتحقيق الاستقرار الذي بدونه لا تنمية ولا عمران لبلداننا ولا رفاهية ولا عيش كريم لمواطنينا. وهذا يتطلب تعاونا غير مسبوق بين دولنا، وخاصة في مجالات تبادل المعلومات الأمنية والخبرات التكنولوجية الحديثة. ولا يخفى عليكم أن الإرهاب يظل من أخطر التهديدات بأمن واستقرار وطننا والعالم أجمع، فإن انتشار ظاهرة الإرهاب وتبعاتها أثرت سلبا على التنمية لمجتمعاتنا، وخلفت تزايدا أعداد النازحين واللاجئين من وفي بلداننا، رغم الجهود المبذولة من قبل دولنا في محاربتها على مختلف المستويات. وفي هذا السدد نؤكد على عزمنا في مواصلة التعاون والتنسيق فيما بيننا لاستئصال هذه الآفة من جذورها بكل ما أوتينا من قوة. وأنا على ثقة تامة من أن عزيمتنا على تسدي مشاكل الحاضر والتحديات المستقبل تمكننا بإذن الله في مواجهتها عبر التضامن والتكامل العربي الفعال والبناء، وذلك انطلاقا من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية، فإن التنمية الشاملة هي التي تعالج بطريقة مختصرة التحديات الراهنة وتشكل بوابة لمواكبة العصر، وهو الأمر الذي لا غنى عنه في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنطقتنا. أخي الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، فيما يخص الصومال فإن حكومة جمهورية الصومال الفدرالية حققت تطورا إيجابيا في الفترة الماضية كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة قبل شوية في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمصالحة الوطنية، كما عززت النظام الفدرالي والتوافق السياسي بين المركز والأقاليم، حيث ركزت الحكومة أيضا اهتماما خاصا على